السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وحبايب قلبي طلاب تالتة إعدادي. النهاردة هناخد امتحان على أول وحدة تاريخ، وكل سؤال ب10 درجات. ويلا بينا نبدأ السؤال الأول. بس قبل ما نبدأ الصلاة على النبي ولايك وشير وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف السؤال الأول. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد موقعة يا ترى إمبابة، ولا موقعة مرجدابك، ولا موقعة الريدانية، ولا موقعة شبرخيت؟ هي الإجابة هي موقعة الريدانية. يلا نشوف السؤال اللي بعده. قوم الحملة الفرنسية في الإسكندرية. مين اللي قام الحملة الفرنسية في الإسكندرية؟ هل هو مراد بك، ولا محمد علي، ولا عمر مكرم، ولا محمد كريم؟ الإجابة هي محمد كريم. سؤال رقم 3: أصبح لمصر مكانة دولية بعد حروب، يا ترى بعد حروب الشام، ولا شبه الجزيرة العربية، ولا حروب اليونان، ولا حروب السودان؟ أصبح لمصر مكانة دولية بعد حروب اليونان، بعد حروب اليونان. سؤال رقم 4: كان يحكم مصر قبل تولية محمد علي. يا ترى مين اللي كان بيحكم قبل تولية محمد علي؟ هو خورشيد، ولا البرديسي، ولا خسرو، ولا طاهر باشا؟ هو خورشيد باشا. هو خورشيد. صلى على حبيب قلبك يطيب. وهنخش على السؤال الثاني. سؤال بما تفسر. 1: تدهور دولة المماليك من الناحية السياسية. أي دولة متدهورة سياسيا اعرف ان فيها 3 حاجات. 1: اضطراب الامن، يعني دولة ما فيهاش امن. 2: الصراع المستمر بين المماليك على السلطة، يعني ده عايز السلطة وده عايز السلطة وده عايز السلطة، في صراع مستمر بين المماليك على السلطة. رقم 3: كثرة الفتن والثورات الداخلية، في فتن وفي ثورات داخلية. طب انا عندي دولة ما فيهاش امن، دولة فيها صراع، دولة فيها فتن وفيها ثورات داخلية. ايه اللي هيحصل للدولة؟ مما ادى الى ضعف قواتهم العسكرية. مما ادى الى ضعف قواتهم العسكرية. سؤال اللي بعده. بما تفسر انشاء محمد علي المطابع الامرية. علشان 3 حاجات. 1 2 3. 1: طبع الكتب اللازمة للمدارس، رقم 1. 2: طبع الكتب الأدبية والفنية. طب رقم 3: إصدار صحيفة الوقائع المصرية. لو جه قال لك بمتفسر إنشاء محمد علي المطابع الأمرية، هتقول طبع الكتب اللازمة للمدارس، طبع الكتب الأدبية والفنية، إصدار صحيفة الوقائع المصرية. يلا نشوف السؤال اللي بعده عايز من ايه. رقم 3: بما تفسر رحيل نابليون إلى فرنسا سرا. ليه نابليون رحل إلى فرنسا سرا؟ ليه؟ بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، وطرق أمر الحملة لنائبه كليبر. لمين؟ لنائبه كليبر. يبقى بما تفسر رحيل نابليون إلى فرنسا سرا بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، وطرق أمر الحملة لنائبه كليبر. يلا نشوف السؤال الثاني. سؤال رقم 1000: إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ قائد جيوش المماليك في موقعة مرجداج اسمه كونسوا الغوري، رقم 1. 2: قائد الأسطول الإنجليزي في موقعة أبو قير البحرية اسمه ايه؟ نيلسون، تمام. رقم 3: ضابط فرنسي قام بتدريب جيوش محمد علي اسمه كونوليل سيف. اسمه ايه؟ الكونوليل سيف. 4: قاد المصريين في ثورة القاهرة الثانية عام 1800 عام 1800. قاد المصريين في ثورة القاهرة الثانية
عام 1800. ده اسمه مين؟ اسمه عمر مكرم. اسمه مين؟ عمر مكرم. يبقى مين اللي قاد المصريين في ثورة القاهرة التانية؟ برافو عليك، اسمه عمر مكرم. تمام. السؤال اللي بعده، دلل تاريخيا. حاولت انجلترا تدعيم حليفها المملوكي محمد بك الألفي. حاسوا ايه؟ حاولت بريطانيا اقناع السلطان العثماني 1806 بعزل مين؟ بعزل محمد علي وتولية محمد بك الألفي أو أي والي عثماني آخر، ولكن لم تنفذ بسبب إيه؟ مش الزعامة الشعبية اللي جابته؟ يبقى بسبب وقوف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي. وأرسلت بريطانيا حملة إنجليزية أخرى اسمها حملة فريزر لخلع محمد علي وتولية محمد بك الألفي، ولكنها فشلت. ولكنها فشلت. تمام. 2. طبق محمد علي الاحتكار في التجارة. في التجارة. أول حاجة تسويق جميع الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية بعد شرائها وجمعها في مخازن الدولة. يعني بعد ما يشتريها بيجمعها في مخازن الدولة ويطلعها بيبيعها بسعر أقل عشان يضمن دخول في سوق التجارة منافسا غير من الدول. 2. البيع للتجار الأجانب في مصر. رقم 3. البيع في الخارج لحساب الحكومة. 4. احتكار تجارة الواردات. احتكار تجارة الواردات. يبقى محمد علي عمل كم حاجة؟ تسويق جميع الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية بعد شرائها وجمعها في مخازن الدولة، البيع للتجار الأجانب في مصر، البيع في الخارج لحساب الحكومة، احتكار تجارة الواردات. السؤال الثالث، ثوب ما تحته خط في العبارات الآتية. تحطم الأسطول المملوك عام 1509 في معركة شبرخيت. هو تحطم في معركة شبرخيت؟ لا، غلط. اكتب في معركة ديو البحرية. في معركة اسمها ايه؟ ديو البحرية. 2. من إنجازات الحملة الفرنسية الاقتصادية اكتشاف حجر رشيد. لا، غلط، دي مش الاقتصادية. من إنجازات الحملة الفرنسية دي العلمية. الإنجازات العلمية. تمام. رقم 3. تخلص محمد علي من المملكة عام 1811 بالنفي؟ لا، بمذبحة القلعة بالمجزرة. بإيه؟ بالمجزرة. 4. أقر فرمان 1841 بولاية محمد علي على بلاد الشام. لا، الإجابة غلط، على بلاد السودان. على بلاد السودان. اكتب السودان. السؤال اللي بعده بقى، ما النتائج المترتبة على العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر من الناحية العلمية؟ 1. اهتزت مكانة الأزهر العلمية. 2. اقتصر التعليم في الأزهر على العلوم الشرعية فقط مثل الفقه والتفسير والحديث، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الطبيعية. يعني لا فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا الكلام ده كله، كان التعليم على العلوم الشرعية فقط، التفسير والحديث. 2. تدهور الحياة الأدبية. تمام. اللي بعده، وانتشر الدجل والشعوذة والخرافات وشاع الجهل. الجهل. يبقى العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر من الناحية العلمية اهتزت مكانة الأزهر العلمية، واقتصر التعليم على العلوم الشرعية فقط مثل الحديث وتفسير والفقه، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الطبيعية. رقم 3. تدهور الحياة الأدبية. 4. انتشر الدجل والشعوذة والخرافات وشاع الجهل. الجهل. 2. ما النتائج المترتبة على موقعة نيفرين البحرية عام 1827؟ هتقول هزيمة الجيش المصري. هتقول ايه؟ هزيمة الجيش المصري هزيمة الجيش وتحطيم الأسطول المصري. رقم 3. من النتائج المترتبة على حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية. هتقول سيطرة محمد علي على الجزيرة العربية. محمد علي على الجزيرة العربية. سؤال الرابع، اكتب كلمة صواب
أمام العبارة